مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح أعمل معكم هاي الوصفة الخطيرة، ميني بيتزا على طريقتي. تابعوا معي لحتى تعرفوا المقادير. بداية رح أحط الخميرة، ورح معلقتين خميرة، ورح أحط قدن من السكر، وكاسة مي دافية. ضروري تكون المي دافية لحتى تشتغل معي الخميرة تماما. وبحركهم كتير منيح وبغطيهم وبتركهم 10 دقايق لحتى يتخمروا. وبهالأثناء أنا بكون عم جهز الخليط الجاف، يلي هو 5 كاسات طحين. أنا رح أحط 5 كاسات طحين، والكاسة الثانية من السوائل اللي رح أحطها هي كاسة حليب. طبعا انتو فيكم تحطوا كاستين حليب أو كاستين مي دافي، طبعا انتو حرين الاختيار. هون أنا حطيت للطحين رشة ملح، ورح احط كمان لهالعجينة بيضة كاملة بياض وصفار، ورح احط لها نص كاسة زيت نباتي. تمام، هون تخمرت عندي الخميرة، ورح بلش اخلط مع الزيت والبيضة وضيفها لعند الطحين لحتى ابلش اعجن. حبايبي، بتمنى تكونوا عم تحبوا وصفاتي وتشتركوا بقناتي لحتى نزلكم وصفات جديدة. وحطوا لي لايك اذا عم تحبوا الشغلات اللي عم نزلها، واكتبوا لي بالتعليقات اذا انتم من عشاق البيتزا ولا لا مثلي. تمام، هون خلطناهم كتير منيح. ورح نضيفهم على الطحين. هون حطيت نص كاسة زيت طبعا، وضروري انكم تضيفوا المقادير كلها بنفس الكاسة مشان يكون نفس العيار. تمام، هلا هيك بنخلطه وبنعجنه. بتعجنوا اقل شي 10 دقايق، ما اقل من هيك يعني بتعجنوا. وكل ما عجنت العجينة منيح بتصير افضل. واذا في عندكم عجانة كمان بيصير. وكمان انه اذا حسيت العجينة عم تلزق، هون مثل ما كانت عم تلزق معي، انا طولت بالي عليها وعجنتها منيح. اخذت معي رشة طحين وحدة بس، لانه بيختلف كل نوع طحين عن التاني. رشيتها وعجنتها 10 دقايق، وبعدين هون دهنت ايدي شوية زيت حتى لو كانت عم تلزق. خلاص هيك انا وصلت للقوام اللي بدي اياه. ضفت لها شوية زيت بايدي وتركتها تتخمر. طبعا كمان خمرتها اقل شي ساعة. وكل ما تخمرت اكتر فيكم تخمروها ساعة، ساعتين، ساعة ونص، حسب اذا ما كنتوا مستعجلين. هون انا ما كنت مستعجلة فتركتها تخمرت ساعتين لحتى رجعت اشتغلت فيها. هون شوفوا ما شاء الله تخمرت العجينة بشكل كتير حلو. وهون أنا جهزت أموري وبلشت بدي رقة. برقهم هيك ميني بيتزا، بقطعهم بقطاعة دائرية، وانتو كمان فيكم تختاروا الحجم اللي انتو بتحبوه. رقيتهم وقطعتهم وطبعا هون أنا هاي البيتزا كنت عم بعملها لبنتي بمدرستها. كان عندهم حفلة وحبيت اني ابعت معها بيتزا إلها ولرفقاتها. تمام. هون هيك قطعتهم حطيتهم بالصينية، وهيك عملت فيهم ثقوب بالشوكة لحتى ريح العجينة. وبعدين بحط عليهم الصلصة والجبنة، وكمان الصلصة هاي شغل ايدي كتير طيبة. وان شاء الله رح نزل لكم اياها بوصفة تانية بفيديو جديد. ايه، وهيك بصفهم لحتى تخلص عندي كل العجينة، وبخبزهم بالفرن على درجة حرارة متوسطة. حتى انه لما بتتخمر العجينة كتير منيح بياخدوا وقت كتير لحتى يستووا. وبس هيك بتصير وصفتنا جاهزة، وصحتين وعافية على قلبكن. بتمنى تكونوا عم تحبوا فيديوهاتي. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بقناتي. بحبكن كتير. باي.